لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه فلا نبي بعده. خط لاصحابه وبين يديه خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وهو يقول مشيرا الى الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى السبل التي عن اليمين وعن الشمال وهو يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن رغب في سنة محمد نجا وهدي ووصل، ومن رغب عن سنة محمد وحاد عنها واتبع السبل والطرق وسلك الشعاب والوديان غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعة الله وأنهاكم عن معصيته. وبعد، أيها الإخوة، هذا اليوم هو السادس من أيام، والسادس من أيار هو عيد الشهداء، عيد تكريم أفضل البشر بعد الأنبياء الذين هيأ الله لهم حياة معنوية في برازخهم دون الحياة العادية، لكنها فوق الموت بالتأكيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء الشهداء الذين جرى العرف العام في بلادنا أن نحتفل بهم، هؤلاء الشهداء الذين تستنفر طاقات الخطباء على منابرهم من أجل تمجيدهم وتكريمهم، هؤلاء
يستحقون منا أن نقف لحظات معهم لنتعرف عليهم من هم، وقبل أن نعرف من هم لابد أن نعرف ما هي الشهادة، حتى لا تتخذ المصطلحات ذريعة لتكريم من لا يستحقون التكريم ولإهانة من لا يستحقون الإهانة، حتى توضع النقاط على الحروف لابد أن نحدد هذا المصطلح. لعل الكثير منكم يعلم أن المسلمين لم يتحركوا يوما ما لا دفاعا عن أرضهم ولا دفاعا عن كرامتهم ولا دفاعا عن دينهم، بل ولا حتى دفاعا عن أراضيهم. سكتوا والناس يظلمونهم في أموالهم، في أعراضهم، في دمائهم، في أنفسهم، في حرياتهم، في كراماتهم طيلة عقد من الزمن في مكة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يدعو إلى التوحيد وكرامة الإنسان وتحرير الإنسان من عبادة الإنسان، ظل يطوف بمكة وحولها 300 وما يزيد على 60 صنما. لم يأذن الله للمسلمين بالقتال، علما أن شريعة تلك الحقب ما كانت تسمح لا للمسلمين ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت. كانت شريعة تلك الحقب شريعة قريش تسمح للإنسان أن يدافع عن عرضه، عن كرامته، عن حريته، عن معتقده. كانت تقول النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله عطل كل هذه الشرائع وعطل كل هذه الحقوق ومنع أصحابه من أي حركة. كلما عذبوا، كلما اضطهدوا، كلما عودوا في معتقداتهم في أنفسهم يأتون إليه يشتكون: يا رسول الله، ألا ترى ماذا يفعلون بنا؟ انتهكوا أعراضنا، كنسوا كراماتنا. كان يقول لهم: لقد كان الرجل في من قبلكم ينشر بالمنشار من رأسه إلى أسفل قدميه فيشق نصفين ولا يحول ذلك بينه وبين إيمانه. يمر إلى جانب أصحابه وهم يعذبون: ياسر، سمية، عمار وأمثالهم كثيرون لا لشيء، يعذبون فقط، يمارس الاضطهاد في كراماتهم، في معتقدهم، لأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا رسوله الذي جاء بالهدى. يقولون لهم: لن ندعكم حتى تقعوا في محمد صلوات الله عليه وسلامه. ظل ياسر صامتا وظلت سمية صامتة حتى ماتا تحت العذاب
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الى جانبهم لا يستطيع ان ينفعهم ولا يستطيع ان يدافع عنهم ولو بكلمة، فقط يشحذ هممهم وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بعد ذلك ظل عمار يجالس حتى وجد امامه والده ووالدته يقعان صرعى ميتين بين يديه، فوقع في محمد، شتمه. عمار وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بسوء. انتم تعرفون، اصبحنا نعرف ان الثياب لا يصمد امامها اللحم. من عذب يعلم ان اللحم والعصب لا يمكن ان يقاوم الصياص والنار والحديد. ويعذر عمار جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له النبي: ما وراءك يا عمار؟ فيقول عمار: يا رسول الله، وهل وراء عمار من خير؟ ليس كما يقول المثل: ليس ورائي الا الشؤم وسواد الوجه. لما يا عمار؟ قال: يا رسول الله، ظلوا يعذبوننا حتى قتلوا ابي وقتلوا امي وما تركوني حتى وقعت فيه، اي حتى شتمته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: اجده مطمئنا يا رسول الله. قال: لئن عادوا فعلا، اذا جاءوا يعذبونك اشتمني مرة اخرى انا اسامحك بحق. أبعد هذا السلم سلم؟ هل هذا الرجل داعية إرهاب وقتل وتدمير وهو يعذب هو وأصحابه 10 سنوات ولا يعطي لهم حتى حق الدفاع عن نفسه، لا يعطيهم حق الدفاع عن أنفسهم وحرياتهم وكرامتهم؟ اصبروا حتى يأذن الله لنا. وأذن الله، وأذن قبل ذلك بالهجرة، وأنشأ المسلمون كيانهم المستقل الذي أصبح هدفا للخصوم والأعداء. لقد أصبح محمد نواة يتضخم يوما بعد يوم، ولا بد للمشركين ان يستعصروا شأفته. وحصلت هذه المعارك التي انتم تعرفونها عبر التاريخ. حينئذ اليس من حق الذين ظلموا واخرجوا من ديارهم وقتلوا وعذبوا ان يسأروا لحقوقهم؟ بلى، آن الأوان أن ينزل الله قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حينئذ تحرك مبدأ الشهادة ليسعد همم المظلومين ويهب الحياة لمن بعدهم. إنه النقطة الفاصلة بين الشهادة وبين الانتحار، بين القتل الكريم والقتل الرذيل، بين الدفاع عن الحقوق وبين الهجوم على حقوق الآخرين. كان من حق النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ان يزجوا بانفسهم في سوح الوغى دفاعا عن حريتهم، عن كرامتهم، عن اعراضهم، عن
معتقلهم عن كيانهم المستقل الذي انشأوه في المدينة. وظل عبر التاريخ هذه الحالة ظلت تلهم المسلمين انكم اذا اردتم الحياة الكريمة لابد ان تقدموا بين يديها قرابين. ان الحياة لا تهب انما تؤخذ بالقوة، وان الحريات لا تمنح صدقة عن ارواح الطواغيت، وانما تؤخذ بالقوة. يجب على الناس، يجب على الشعوب، يجب على الامم التي تشعر ان حقوقها انتهكت، ان كراماتها دنست، ان اراضيها احتلت، ان تقدم القرابين في سوح الوغى بكل شهامة، بكل جرأة، تقاتل، تصمد ولو اجتمع عليهم المئات. طبعا اشفق الله علينا ووضع حدودا لنا. نحن يمكننا ان تهدد بنا الامم لاننا نحرص على الموت اشد من حرص غيرنا على الحياة. نحن نعلم ان هذه النفس ليست ملكا لنا، وقد وهبناها لله من الازل. لقد اشترى الله من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنة. بيع وشراء، بعنا وسنقبض الثمن. بامكانك ان تهدد بنا ونحن نشعر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. بامكانك ان تهدد بنا ونحن نجدد وما قتلتموهم ولكن الله قتلهم، ولكن الله اشفق علينا ووضع حدودا. المسلم مأمور ان يصمد ولو قابله اثنان، ولو ثلاثة، 4، 10. لو قابلك 10 كان عليك ان تصمد، ولو قتلت فانت شهيد. لكن الله بعد ذلك خفف. الواحد يصمد اذا كان امامه واحد، ويصمد اذا كان امامه 2، لكن اذا كان امامه 3 فمن حقه ان ينتهي. في البداية 20 صابرون يغلبوا 200. لو امامك 200 انت موعود بالنصر ويجب ان تصمد. اذا الواحد ب10. لكن اذا امام 20 300 من حقك ان تنسحب وتتراجع. لكن الله خفف. اذا كنا 100 نغلب 200. نحن موعودون بالنصر من الله، ولكن اذا كانوا 210 من حقنا ان ننسحب. على هذا الاساس يجب على المسلمين الذين يدافعون عن الحقوق والارض والعرض والكرامة ان يضعوا الموازين. اذا كانت الموازين متساوية فعلينا ان نصمد، واذا كانت الموازين ضعف فعلينا ان نصمد. لكنها ان زادت عن الضعف فعلينا ان نتراجع الى الصفوف الخلفية لنبني قوتنا ونعاود الكرة من جديد. اذا هناك ضوابط حتى في ساحة المعركة. وان قائدا يرمي بجيوش المسلمين في ساحة غير متكافئة ضمن الضوابط التي ذكرناها هو قائد متهور
يقضي على إخوانه ويدمرهم ولا يحقق للأمة شيئا. إن الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فإذا اختلت واحدة من هذه الثلاثة، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وعلى الشكل والوجه الذي ينبغي، إذا اختلت واحدة من هذه الثلاثة لم تكن حكمة، إنما هو طيش وتهور. على هذا الأساس إننا معاشر المسلمين في شرق الأرض وغربها نحن مطالبون أن نتحرك، كل من ميدانه، كل من ساحته، كل من ثغره، أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، أن لا تدنس الأعراض من جهتنا، أن لا تدنس الأراضي من طرفنا، أن لا تستعصم شأفة المسلمين من قبلنا، أن لا تدنس كرامات المسلمين وحرياتهم من طرفنا، أن لا تنوب عقائد المسلمين وشخصياتهم وثقافاتهم من جهتنا. وعلى المسلمين إذا شعروا أن ظلما ما قد أتى من أي جهة، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، الظلم ليست له هوية. على المظلوم أن يدافع عن عرضه، عن كرامته، عن شرفه، بغض النظر عن هوية الظالم من هو. ولكن ضمن الضوابط التي ذكرناها، ضمن الميزان المسموح، فضلا أن يقتل الإنسان نفسه. نحن نمجد الشهادة ونرفع راياتها فوق كل الديار إذا كانت ضمن ضوابط الإسلام، دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة والدين والحرية. لكنها إذا كانت تهورا، إذا كانت ضجا للناس في المهلكة، فلا يمكن لنا أن نحتفل بها، ولا يمكن لنا أن نمجدها، حتى لا ندفع مزيدا من المسلمين إلى التهلكة والتهور. هذا في سوح الوغى. فكيف إذا ألقى المسلمون بنفسه في النار؟ كيف إذا ألقى المسلم بنفسه في النار؟ من ألقى بنفسه في النار فهو في تلك النار إلى يوم القيامة. ومن ضرب بنفسه حديدة فحديدته في بطنه إلى يوم القيامة. ومن تحسى سما فسمه في بطنه إلى يوم القيامة. مهما كانت الغاية في الإسلام، الوسيلة لا تبرر الغاية. من حقك أن تصمت. إنني بهذا أريد أن أبين لكم ما هي الشهادة. من حقك أن تصمد في ساحة المعركة وتدافع إلى أن تموت، ولو اجتمع عليك الأعداء وقتلوك فأنت شهيد. لكن ليس من حقك أنت أن تقتل نفسك. إن من يقتل نفسه لا موقع له في موازين الشهادة مهما كان السبب، مهما كانت الغاية. وإن الذين ينتحرون هنا أو هناك في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي ومن جملتها الآن العراق ليسوا شهداء، إنهم منتحرون. الذي يصمد في ساحة المعركة ضد المحتل ويقاتلهم مهما كانت قوتهم إذا قتل هو شهيد. الذي يقاتل قتل بيد الأعداء هو شهيد. لكن الذي يقتل نفسه، الذي يسحب كبسولة المتفجر ليفجر نفسه، هو قتل نفسه في ثانية ما كان يقاوم أحدا
وما كان احد يقتله، وما مات برصاصة احد، انما مات برصاصته. لو سألنا من قتل هذا الرجل بالتأكيد ستقول هو قتل نفسه، ولن تقول ان الاخرين قتلوه. نعم، هو قتل نفسه وقتل اخرين. الاخرون من هم؟ هذه مسألة اخرى. هل هم ابرياء؟ هل هم مدنيون؟ هل هم قوات احتلال؟ هذه قضايا اخرى، لكنك بالتأكيد اعتديت على نفسك وقتلت نفسك. ولعل انسب ما يناسبه هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضرب نفسه بحديدة، من تحسى سبما، من القى نفسه من جبل. هذه النفس هي ملك الله، ولا يمكن لاحد ان يعطي لنفسه الحق ان يزهقها مهما كان السبب ومهما كانت الغاية. اننا اليوم معاشر المسلمين نحن بحاجة الى توضيح معاني الشهادة والشهداء حتى لا تذهب الدماء عبثا. في كل يوم في العراق، في كل يوم 10 20 30 50 100 من العراقيين الابرياء. هل الشهادة ان تقتل نفسك وتقتل معك مواطنين مهما كانوا؟ ليكن المواطن قذرا، ليكن المواطن من جنسية من الدرجة الثانية او الثالثة، ليكن المواطن غير مسلم، مسيحيا، يهوديا، ملحدا. من الذي اعطاك القدرة على ان تقتلهم هكذا خفض نفسك؟ فضلا من الذي اعطاك الحق لتقتل نفسك؟ لما لا تذهب لتقاوم المحتلين هنا وهناك؟ قوات احتلال هي بمنع منك، انت مدفوع من قبل الاخرين لتقتل ابناء شعبك، لتسيل الدماء في شوارع بغداد حتى تكون هناك ذريعة للمحتل ان الامن غير مستتب، ولا بد ان نستمر الى اشعار اخر. بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات، يا اخي العراق فوضى، ولا بد ان تكون هناك قوات احتلال وقوات دولية من اجل حفظ السلام. ان الذي يسيل الدماء في العراق هو يساهم في تطويل عمر الاحتلال. اذا كان بعض المسلمين يسمونه احتلال، واذا كانوا يسمونه قوات فتح وجاءت لتفتح وتحرر، فهذه قضية شأنهم وشأن المنتحرين. اما الذين يرون القوات هي قوات احتلال لا يجوز لهم ان يطيلوا عمره ساعة. ان الشعب العراقي في هذا اليوم، يوم الشهداء، يجب ان يعرف الشهادة والشهداء ويضع ايديهم في ايدي بعضهم ليشكلوا كيانهم المستقل، وليقولوا لقوات الاحتلال: اخرجوا عن ديارنا، اخرجوا عن وجوهنا، فنحن قادرون على قيادة بلدنا. اما الذين يحكرون صفوهم بغض النظر عن الاسماء، سنة، شيعة، مسلمين، اصوليين، تجار مال، حرامية، لصوص، بغض النظر عن تسمياتهم، من يمارس الارهاب ضد الشعب العراقي هو الذي يطيل عمر الاحتلال، وبالتالي لا يمكن ان يجد لدى المسلمين موقعا لهم في دفاتر الشهادة. ان الشهداء هم اناس كرماء صمدوا في وجه القوى الغاشمة في ساحات الوغى، ودافعوا حتى قتلوا بأيدي أعدائهم وليس بأيديهم. أما الذي قتل بيده فهو قاتل نفسه ومنتحر.
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يعرفنا حقيقة الشهادة حين تدنس كرامتنا، حين تحتل أراضينا، حين يستولى على إرادتنا وحريتنا، نستثمرها من أجل صمود زائد، من أجل تضحية